الترجي بطل للمرة 23 في تاريخه، البطولة الثالثة على التوالي والأولى للمدرب معلول. أحسن خط هجوم، أحسن خط دفاع، الدراجي والمساكني، أحسن هدافين المكشخة، أرقام ومشوار بطل موسم 2010-2011 الترجي رياض. بداية الطريق للتتويج انطلقت في جويلية 2010 من ملعب رادس، أول نقطة في الموسم بعد التعادل ضد ليتوال. ثم الترجي لا يعرف إلا الانتصارات المتتالية في 6 جولات ضد كل من سيابي، جرزيس، القوافل، باجة والسياساس وستار. تتوقف السلسلة في 21 نوفمبر ضد الإفريقي في مباراة الديربي بعد التعادل 2-2. العودة للانتصارات ضد حمام سوسة والقيروان. أول هزيمة للترجي كانت في الجولة 11 ضد جابس خارج قواعده، وهي المباراة الثانية اللي غابت فيها 3 نقاط على أبناء باب سويقة في الذهاب، اللي أنهى بزوز انتصارات متتالية وبتعثر منافسه النجم يتصدر الطليعة ب 32 نقطة و4 نقاط بعيد على منافسه. بداية سلبية في مرحلة الإياب، هزيمة بخماسية تاريخية في ملعب سوسة ضد الوصيف. للتاريخ دفاع الترجي ما قبلش 5 أهداف منذ 85 في مباراة كانت الأولى لنبيل معلول كمدرب وهو الثالث في هالموسم. لكن الترجي بعد الثورة المجيدة والراحة الإجبارية نظم صفوفه ورجع بسرعة للانتصارات على السيابي بثلاثية، ورجع على 4 نقاط على النجم المنهزم على ميدانه في سوسة ضد حمام الأمن. لكن زملاء الدراجي وبعد زوز تعادلات ضد القوافل وباجة النجم يلتحق بهم في نفس الترتيب، والترجي على امتداد بطولة كاملة لم ينجح في التهديف، كان في زوز مقابلات ضد النجم في تونس وكذلك ضد القوافل كذلك في ملعب رادس. لكن المقابلات المتأخرة واللي تلعبوا في 25 ماي كانوا المنعرج في البطولة. الترجي ينتصر في جرزيس في تنقل صعب، والنجم يكتفي بالتعادل ضد قفصة، والفارق يصبح نقطتين بين الزوز فرق، والترجي يمر إلى السرعة القصوى بعد ما حقق 8 انتصارات متتالية وهي أفضل سلسلة في هالموسم. خليته بالتالي يواصل المشوار بثبات للقب الغالي لأبناء باب سويقة ب 64 نقطة، 20 فوز، 4 تعادلات وزوز هزائم. فريق سجل في كل تنقلاته وحقق أحسن حصيلة خارج القواعد، 31 نقطة على 39 ممكنة و33 نقطة على ميدانه من 39 ممكنة دون هزيمة داخل القواعد. الترجي سجل 50 هدف، منها 21 في الشوط الأول و29 في الشوط الثاني، 7 ضربات جزاء، 3 ثنائيات لإرامو والمساكني ودرامان. النيجيري إرامو كان هداف الفريق في الذهاب ب7 أهداف ليتسلم المشعل من بعد. الدراجي والمساكني ب10 أهداف، درامان معوض إرامو سجل 6 أهداف. خط الدفاع ساهم ب8 أهداف توزعت على الهجري بخماسية وبنانال باشتوبجي وشمام بهدف. في الجملة 14 لاعب سجلوا للترجي مع زوز أهداف ضد مرماهم من طرف الفرق المنافسة، ومع أسرع هدف في البطولة للدراجي 9 ثواني و45 من الأجزاء. الترجي حرك التاريخ بعد 48 سنة عندما حقق خماسية ضد ستاد، بما أنه أبناء باب سويقة منذ سنة 63 ما سجلوش 5 أهداف
في شباك البقلاوي. دفاع الترجي قبل 18 هدف، منها 10 أهداف في الشوط الأول و8 في الشوط الثاني، وأغلبها في 30 دقيقة الأولى من لقاءاته، خلاته يكون أحسن خط دفاع. الترجي في هالموسم عرف 3 مدربين و33 لاعب تم استعمالهم، من ضمنهم 6 أجانب. البداية كانت مع فوزي البنزرتي إلى حدود الجولة العاشرة اللي شارك 22 لاعب تقريبا. خط الدفاع ما تغيرش برشا، الهيشري مع بن منصور أو زياد الدربالي، الجهة اليمنى داول عليها بن عمر وأفول. خط الوسط هو نفسه التراوي القربي، دراجي مساكني، وفي الهجوم الداول كل من العياري وغنام مع الرمل. لكن منذ انسحاب المدرب فوزي البنزرتي، ماهر الكنزار المساعد صعد إلى مركز المدرب الأول في مباراة أمل حمام سوسة، وانطلقت التجربة بتشريك 4 عناصر إضافية: الغاني أوتو، بانانا، إضافة إلى محمد علي بن حمودة. لكن أبرز المستجدات كان انضمام اللاعب إدريس المحيلسي البالغ من العمر 16 سنة و10 أشهر إلى أكابر الترجي ليصبح أصغر لاعب في البطولة. تغييرات شهدتها تشكيلة الترجي بدخول معز بن شريفية كحارس مرمى، مع الاعتماد في محور الدفاع على الهيشري وبن منصور أو محمد البشطبجي، أكبر اللاعبين سنا في الترجي 30 عام. خليل شمام حافظ على مكانه كظهير أيسر، وسامح الدربالي وأيمن بن عمر تداولوا على مركز ظهير أيمن. الكامروني روجي كان التغيير الوحيد في وسط الميدان باعتبار إصابة خالد القرب. ليكمل المشوار المدرب معلول منذ مرحلة الإياب، واللي عرفت تشكيلته ظهور بعض الأسماء مع المحافظة في أغلب اللقاءات على طريقة 4-2-3-1. بانانا والعابدي وبن منصور تم استعمالهم في المحور مع الهيشري. مركز ظهير أيمن الداول عليه سامح الدربالي وخالد المولي وبلال بن إبراهيم. وفي وسط الميدان تم التعويل على الباغولي، لكن مع عودة البوعزي تم تثبيت وجدي في التشكيلة الأساسية. مغاب كان للإصابة. في الهجوم درامان تم اعتماده كرأس حربة، وراه المحيرسي في الوسط اللي ما عرفش تغييرات كبيرة كالعادة، الثنائي التراوي والقربي مع استعمال بانانا في غياب القربي. هذه كانت بسطة لمشوار بطل تونس في هذا الموسم الاستثنائي اللي عرف عديد الصعوبات بالنظر للظرف الحالي، لكن نقول برافو لجميع الفرق اللي كسبت الرهان ووصلت المشوار رغم الصعوبات المادية خاصة. لكن هذه أحكام الكرة، لازم متوج واللي كان الترجي الرياضي التونسي.